لو عايزة تعملي بسبوسة تشرب معاكِ الشربات بالطريقة اللي أنا هاعملها دي، اتفرّجي على الفيديو وأنا هاقول لِك إزاي هتعمليها بطريقة سهلة جدًا، جدًا، جدًا. شايفين الجمال؟ شربت الشربات في لحظة، وشايفين الجمال مرمّلة وحلوة جدًا، جدًا، جدًا. هتعمليها وهتنجح معاكِ من أول مرّة. لو لسه بقى أول مرّة بتتفرّجي عليَّ يا ريت تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلِك كل جديد إن شاء الله. دول 3 كوبايات دقيق سميد، تمام؟ بنفس الكوباية اللي أنا عايرت بيها الدقيق، هاعاير بيها السمنة والسكر واللبن. هاخد معايا كوباية إلا ربع سمنة وهاحطها في الكسرولة. هاجيب كمان كوباية إلا ربع سكر برضه بنفس الكوباية، وهاحطها برضه كمان معايا. وبعد كده هاجيب كوباية إلا ربع لبن برضه بنفس الكوباية، وهاخدهم بقى أحطهم على البوتاجاز لحد أما السمنة تسيح كده مع السكر واللبن. وبعد كده بقى هاجيب دقيق السميد أحط فيه معلقة بيكنج باودر صغيرة، و4 معالق كبار جوز هند. جوز الهند ده اختياري، لو مش حابة تحطيه بلاش، لو مش بتحبي طعمه ما تحطيهوش، بس هو بيفرق جدًا في النكهة بتاعتها وبيبقى حلو جدًا. ويا سلام بقى لو السمنة بتاعتِك سمنة بلدي بتفرق أوي، أوي في طعم البسبوسة، وتخلّيها طعمها حلو جدًا، جدًا. وجرّبي بيها، وممكن لو مش عندِك ممكن تحطي سمنة عادية جدًا مش هتقول لأ، بس السمنة البلدي بتفرق جدًا، جدًا في الطعم. هابدأ بقى كده أنزل بالخليط اللي أنا حاطاه على البوتاجاز، وأبدأ بقى أقلِّب كده، طبعًا هاقلِّب بس مش هاعجن، تقليبتين كده 3 بس مش أكتر من كده، بسرعة كده ما آخدش وقت كتير في التقليب. هاجيب صينية بقى وهاحط فيها معلقة سمنة، وأبدأ كده أمشّي الفرشة فيها، وهانزل بقى بالخليط اللي أنا عملته كلّه كده، وأبدأ بقى أنزّله في الصينية وأفرده بقى فيها بالراحة كده. وعلى وش الصينية كده هابِل إيدي مَيّة، وأبدأ بقى أسوي الصينية كويس أوي. لو أنتِ بقى عندِك أي نوع مكسرات عايزة تحطيه من فوق مش فيش مشكلة، ما عندكيش اعملي بقى زي ما أنا عملت كده وحطيها سادة، وبعد كده بقى ابقي حطي عليها أي حاجة تانية. هتجيبي بقى الشربات كوبايتين سكر هتحطي عليهم عصرة ليمونة تحطهم على النار، هيبقى معاكِ شربات كده خفيف. هتجيبي بقى الشربات تحطي فيه معلقة سمنة ومعلقة فانيليا صغيرة، وبعد كده بقى ننزل على البسبوسة وهي سخنة طالعة من الفرن، والشربات برضه نشيله من على البوتاجاز على طول، الاتنين يكونوا سخنين مع بعض. نبدأ بقى نشرّب البسبوسة كده بالشربات بالطريقة دي، مش قادرة أقول لكم البسبوسة بتشفط الشربات إزاي. طبعًا ده من علامات نجاح البسبوسة، إن البسبوسة تشرب الشربات بسرعة أوي، أوي كده، يبقى هي كده بسبوسة ناجحة، وكل التكات بتاعتها كلها تمام، تمام. بس بقى بعد كده بقى هنقطّعها وخلاص بقى تقدّميها بقى مع أي بقى أنتِ بقى أي حاجة عايزة تقدّميها معاها. أنا كان عندي جوز هند برضه حطيت على وشّها كده، ممكن بقى لو أنتِ بتحبي أي نوع مكسرات حطّيها، ما عندكيش ممكن تقدّميها سادة كده، هي برضه كده هتبقى جميلة وطعمها حلو أوي، أوي، ونكهة جوز الهند حلو أوي، أوي فيها. جرّبوها وإن شاء الله تعتمدوها في رمضان، حلويات رمضان بتاعتكم. ممكن لو عندِك أي ضيوف في أي مناسبة أي حاجة هتبقى حلوة جدًا، جدًا. جرّبوها وإن شاء الله تعجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. شايفة الجمال؟ كانت مرمّلة وحلوة جدًا، جدًا، جدًا. جرّبوها حلوة أوي، أوي. شايفين كانت مرمّلة وحلوة جدًا، وكانت متماسكة كمان وهي لسه طالعة من الفرن، حلوة أوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.